لو انت من الناس اللي بتصرف فلوس على محفزات التستوستيرون يبقى الفيديو دوت معمول ليه، لان هقول لك على افضل بديل ليها، وده اللي هنعرفه في اول حلقاتنا من سلسله وفر مكملاتك. كمل معايا الفيديو للاخر وصلي على النبي الاول. وهي بذور الحلبه، وخاصه لما انت بتشربها، لان من اهم الفوائد بتاعتها ان هي بتحسن معاك من هرمون التستوستيرون، وفي بعض الابحاث كانت بتثبت الكلام دوت. ده غير ان هي بتقلل معاك من الكوليسترول الضار ال LDL، وبتظبط كمان معاك من مستوى سكر الدم. اما لو انت بقى من الناس اللي بتخاف من الروائح بتاعتها، خلينا اقول لك انك بعد استخدامها بانتظام ولمده 40 يوم بتكون الروائح الناتجه منها بتنتهي. والخبر الحلو بقى انك لو انت من المرضعات بتحسن من قدره انتاج اللبن بشكل حلو جدا، وبعض الابحاث كانت بتثبت ده. فهي حرفيا اختيار كويس جدا انك تدخلها في الدايت بتاعك، احسن ما تصرف فلوسك على محفزات التست. وده لانها بكل بساطه من مكوناته. ودي كانت اول حلقاتنا في سلسله وفر مكملاتك. لو عجبك بقى النوع ده من الفيديوهات اعمل سيف وتابعني عشان يوصلك كل